في ناس عندها غل وحقد وحسد لينا، عمرها ما بتقدر تواجهك باللي جواه. الشخص ده بيكون ضعيف قوي من جواه، بيكون غير سوي نفسيا. الناس دي مش علاقات عابره على فكره، الناس دي للاسف جيران وصحاب وقرايب، وبيستنوا يا اخي لما انت تقع او تنهار يطلع كل اللي في قلبه بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، زي ان هو يقول لك ما تزعلش، بس هو عينه مليانه شماته وحقد وغل. يا اخي اقسم بالله عنده اكتر من اللي باصص لك عليه بمراحل. ليها قاعده في حياتك، اللي بيحب لك وبيتمنى لك الخير هيفضل في ظهرك وهيدعمك سواء نجحت او فشلت. اختار الوقت المناسب وهيجي ينصحك وتقعدوا مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وبينصر عدوك عليك مهما حصل. اوعى تتضايق من الخذلان، ان الناس اللي بتكرهك اكتر من الناس اللي بتحبك. للاسف هي دي طبيعه الدنيا، النفس البشريه مهما تعمل هي كده. بقى مش مهم، المهم ان احنا نتعلم ونقرا المشهد كويس ونشوف الرسائل اللي بعتها ربنا لينا بعد الابتلاء. لو ما عملتش ده يبقى انت دخلت على نهايه الخذلان والفشل من اخره. ربنا يبعد عننا وعنكم يا رب ولاد الحرام.